في التسعينات وتحديدا في سنة 1990 كان في فيلم عربي اسمه العفاريت، كان بيناقش ظاهرة أطفال الشوارع. وكان من أهم شخصيات الفيلم ده شخصية اسمها الكتعة، واللي كانت بتقوم بالدور الممثلة نعيمة الصغير. الكتعة دي كانت رئيسة عصابة كبيرة لخطف الأطفال، كانت بتخطفهم وتشغلهم في الشارع شحاتين أو نشالين. وبينتهي الفيلم بموتها قبل ما تريح قلب البطلة وتقول لها مين هي بنتها وسط الأطفال المخطوفين. ده فيلم العفاريت ودي الكتعة. والنهاردة احنا هنتكلم عن كتعة جديدة، لكن في الواقع مش فيلم. ست ما كانتش بتخلف، فتقرر انها تخطف الأطفال حديث الولادة من المستشفيات وتاخدهم تربيهم على أساس انها كانت حامل ودول عيالها. ولما اتكشفت الحكاية كانت قضية رأي عام، والست دي اتعرفت في الإعلام باسم بنت إبليس، لأن باللي عملته ده غلبت إبليس نفسه. تعال أقول لك حكايتها في حلقتنا النهاردة عن خطافة الأطفال عزيزة بنت إبليس. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. أحداث قصتنا بتبدأ في اسكندرية. كان في شابة اسمها عزيزة عايشة في إحدى القرى في اسكندرية. الشابة عزيزة اتجوزت من شخص اسمه سعيد، وكان عمرها ساعتها 15 سنة. ومن هنا بدأت المعاناة، لأنها كانت عايشة حياة قاسية مع جوزها اللي كان دايما بيعاملها بشكل عنيف لأنها ما كانتش بتخلف. لفت عزيزة على الدكاترة وكلهم قالوا إن عندها عقم ومش هتقدر تخلف، وكمان أهل جوزها كانوا بيعيروها إنها ما بتخلفش، وده عمل لعزيزة عقدة نقص وتعبها نفسيا. واللي زاد عندها المعاناة أكتر إن جوزها ما استحملش إنه يستمر مع واحدة مش بتخلف، فطلقها وراح متجوز غيرها. وحتى بعد ما اتطلقت أهل طليقها ما سابوهاش في حالها وكانوا بيضايقوها. فهنا عزيزة ما استحملتش كل اللي بيحصل لها، وجات لها فكرة شيطانية. الفكرة دي جات لها بعد ما اتجوزت من شخص تاني، فقررت إنها تسكت الألسنة اللي بتلقح عليها بالكلام وتخطف طفل. وقالت لنفسها أنا دلوقتي ما بخلفش، ليه ما اخطفش طفل وأقول للناس إنه ما فيهاش عيب، أديني جبت طفل. وفعلا نفذت خطتها مع زوجها التاني وأخت زوجها. في بداية سنة 1983 بدأت توهم جيرانها وأهل طليقها إنها حامل، ومع شهور الحمل كانت بتحط ملابس في بطنها تحت هدومها عشان بطنها تبان كبيرة. ولما خلاص جه وقت إن الطفل يظهر للنور، راحت عزيزة لمستشفى من مستشفيات اسكندرية وعملت نفسها ممرضة من الممرضين، وراحت داخلة الحضانة وأخدت منها طفل وهربت، وروحت لبيتها في نص الليل. وكانت ماسكة الطفل المخطوف ودخلت بيه البيت. تعمل ايه بقى عزيزة عشان تحبك الدور على كل اللي حواليها؟ عملت حاجة كانت غريبة جدا وذكية تبين انها شيطانة فعلا. عزيزة فضلت تصرخ جامد وصوتها صح على الجيران، وكانت متفقة كمان مع عداية تيجي على اساس يعني انها تولدها. ده غير انها ظبطت مع كام ست يكونوا متواجدين في البيت عشان توهم الناس ان فعلا في حالة ولادة. الكذبة دخلت على الناس، والداية طلعت بعد ما ولدتها، وخلاص عزيزة بقت في نظر الناس وتاني يوم من ولادة عزيزة الوهمية جوزها أخدها عشان يسجلوا الطفل على أساس إنه ابنهم وسموه إسلام. وكملت عزيزة حياتها عادي جدا وبقت بتتعامل قدام الناس إنها أم الطفل ده، وعدى الموضوع وما اتكشفش. لكن لما إسلام ابنها الوهمي كمل 3 سنين رجعوا الناس يعايروها ويقولوا لها إيه يا عزيزة، مش عايزة تجيبي للواد إسلام أخ أو أخت ولا إيه؟ كده رجعت المعايرة من تاني، ورجعت معاها ضيقة عزيزة، وطبعا هي مستحيل تخلف لأنها بكل بساطة عقيم. فهنا جه في بال عزيزة إنها تكرر نفس الخطة تاني. قررت تخطف الطفل التاني وتنفذ نفس الخطة الأولى. في الأول بدأت توهم الناس في إنها حامل، وعملت نفس اللي عملته في الطفل الأول. كانت بتحط هدوم في بطنها عشان تكبر لحد ما تمر شهور الحمل وتروح تخطف عيل. بس المرة دي الخطة كان فيها اختلاف. الاختلاف هو إنها ما خطفتش الطفل من المستشفى، هي راحت للسوق، وبعدها بدأت تدور على الضحية من وسط الستات اللي في السوق، ووقعت في ضحيتها. ست ماسكة طفل، ولحسن الحظ الطفل ده لسه مولود. راحت عزيزة للست دي وبدأت توهمها إنها شغالة في الشؤون الاجتماعية وهتقدر تساعدها بفلوس ليها وللطفل المسكين اللي على ايديها. والحقيقة إن عزيزة عندها ذكاء رهيب يخليها تقدر تقنع اللي قدامها بأي حاجة، وفعلا الست خال عليها الكذبة. وعزيزة راحت لضحيتها تاني يوم في بيتها، وكانت جايبة حلويات وشوية مساعدات تانية. قالت عزيزة للست عنك الطفل على ما تغيري عشان نروح للشؤون، والمسكينة صدقتها
ادتها الطفل ودخلت تغير هدومها، ولما خرجت كانت عزيزة اتبخرت ومعها الطفل. جريت الست لباب الشقة وخرجت للشارع، ولكن خلاص بقى عزيزة فص ملح وداب، والأم المسكينة فضلت تصرخ في الشارع وتلف هنا وهنا، لكنها ما لقتش الخطافة. وجريت وعملت محضر في الاسم بالواقعة، ووصفت شكل عزيزة للشرطة، والشرطة دورت على نفس المواصفات لكنهم ما وصلوش لأي حاجة. ونفذت عزيزة باقي الخطة وراحت مع جوزها يسجلوا الطفل باسم الأب، وفعلا سجلوه، وأصبح قانونا الطفل ابنهم ومحدش يقدر ياخده منها. بعد فترة عزيزة قررت إنها تسيب اسكندرية وتتنقل لمكان تاني، واختارت مدينة العريش. وقبل ما تسيب اسكندرية باعت بيتها اللي كانت ساكنة فيه مع جوزها الأول لجارتها شمعة، وأخدت أولادها الوهميين إسلام وهشام، واشترت بيت في العريش وعاشت هناك. مرت سنين وعزيزة عايشة حياة طبيعية مع أولادها الوهميين، لكن عزيزة ما اكتفتش بخطفها لإسلام وهشام، قررت تخطف الطفل الثالث. وبدأت عزيزة تلعب نفس اللعبة من ثالث، وتقول للجيران إنها حامل وتحط هدوم وهكذا. وفي الوقت ده كان منتشر إن في خطف للأطفال من المستشفيات، فما خطفتش طفل من مستشفى خوفا من إنها تتكشف وتتسجن، فقررت إنها تروح للسوق وتدور على الطفل اللي هتخطفه. ولمحت عزيزة أم شايلة ابنها الصغير، وحست إن الطفل ده هو المناسب. راحت عزيزة للأم وضحكت عليها بطريقتها المعتادة، فهمتها إنها من الشؤون الاجتماعية، وقالت لها بأسلوبها الذكي في الإقناع: ماله ابنك صحته تعبانة كده ليه؟ انتي مش بترضعيه كويس؟ الست المسكينة قالت لها وهي بتعيط: أنا ست على قد حالي وجوزي مريض، وما عنديش فلوس أجيب لابني المسكين لبن، أصلا أنا كمان مش برضع طبيعي. عزيزة بقى استغلت الفرصة وبدأت تفهمها إنها من الشؤون الاجتماعية، وهتقدر تساعدها إنها تجيب لها فلوس ليها ولابنها. الست فرحت جدا لأنها غلبانة وما صدقت تلاقي حد يعطف عليها. عزيزة بقى قالت لها: تعالي معايا المستشفى نعمل تحاليل للطفل ونطمن عليه، لأنها شاكة إن في حاجة، ولسه هيدخلوا المستشفى. وعزيزة قالت للمسكينة: هاتي الطفل، على إنها يعني هتدخل تعمل له التحاليل، وقالت لها: استنيني هنا عشان ما تتعبيش معايا في اللفة على الدكاترة. وهنا الست كانت خلاص وثقت ثقة عمياء في عزيزة الشيطانة، وفعلا ادتها الطفل ودخلت المستشفى. ومجرد ما دخلت لباب المستشفى خرجت تاني، لكن من الزحمة الست ما شافتهاش وهي خارجة. غابت عزيزة والست بدأت تشك إن في حاجة غلط، فدخلت المستشفى ولفت في كل حتة، لكنها ما لقتش عزيزة. وهنا اتأكدت إنها نصابة وخطفت الطفل. فراحت الأم للشرطة وبلغت، ولكن الشرطة بعد البحث الطويل ما لقيوش حاجة توصلهم للست دي. بس الأم ما كانتش بتسكت، كانت كل يوم تروح لقسم الشرطة وتقدم بلاغ، لكن للأسف من غير فايدة. أما عزيزة فسجلت الابن الثالث باسم محمد، وبقى عندها إسلام وهشام ومحمد. لكنها برضو قررت إنها ما تتوقفش عن خطف الأطفال، قررت إنها تخطف الطفل الرابع، بس المرة دي قالت أخطف بنت بقى، مش كله كده ولاد. بس قبل ما تخطف الطفل الرابع سكنت جنب عزيزة واحدة ست. الست دي يا سيدي كانت جارتها في اسكندرية، وهي نفس الست اللي اشترت البيت من عزيزة، اللي كان اسمها شمعة، واللي ما كانتش تعرف كل اللي عملته عزيزة في سنينها اللي عدت. كل اللي تعرفه إن عزيزة عقيم ما بتخلفش. فجأة لقيت بقى عندها بدل الابن 3. ومع انتشار خطف الأطفال شكت شمعة في عزيزة وبلغت الشرطة، وقالت لهم إن جارتها ما بتخلفش، وأنا أصلا عارفاها من اسكندرية ومتأكدة إنها عقيم. وبعدها اتفاجئ إنها بقى عندها بدل الطفل 3، وقالت للشرطة إنها شاكة إنها خطفاهم. وفي يوم 24 ديسمبر سنة 1992 اقتحمت الشرطة بيت عزيزة، وكان معاهم أم محمد والدة الطفل الثالث اللي عزيزة خدته منها على باب المستشفى. وأول ما الأم شافت عزيزة اتعرفت عليها على طول وجريت عليها ومسكتها بغضب، وفضلت تقول: هي دي اللي خطفت ابني. أخدت الشرطة عزيزة والأطفال ال3 للقسم. وبصراحة عزيزة كانت شخصية صعبة جدا فوق ما تتخيلوا، وكانت ذكية جدا كمان. دي كانت مصرة إنها بريئة، وإن الأطفال ال3 أولادها، وإن كل البلاغات المتقدمة ضدها كذب وافتراء عليها، لدرجة إن الشرطة كانت بتتناوب عليها بالتحقيق لمدة يومين عشان يعني يفقدوها تركيزها. كانوا بيفضلوا يسألوها أسئلة كتير ويتوهوها في الكلام عشان هي تغلط. وفعلا مع كتر الأسئلة تعبت عزيزة جدا، لأنها ما كانتش بتنام بالأيام، فاعترفت في النهاية بكل جرائمها. وباعتراف عزيزة نجحت الشرطة في إنها ترجع الطفل محمد لأمه الأصلية، وكمان الطفل التاني هشام أهله وصلوله، بس اتفضل إسلام الوحيد اللي ما وصلش لأهله. في الوقت ده كان إسلام عنده 11 سنة، وعزيزة ما كانتش راضية تعترف قدام الشرطة وتقول مين أهل إسلام، وكانت بتحلف إن هي أمه، ورافضة رفض تام تقول مين أهله.
فهنا المحكمة قررت إن يتعمل لها تحاليل DNA عشان يعرفوا إذا كان الطفل ده فعلا ابنها ولا لأ. وبالكشف اتأكدوا إن عزيزة ما بتخلفش أصلا، ومستحيل يكون عندها أولاد ولا عمرها خلفت قبل كده، وده اللي قاله الطبيب المختص. المحكمة حكمت على عزيزة بالسجن لمدة 7 سنين، وعلى جوزها بالسجن 10 سنين. وبعدها نشرت الشرطة صور عزيزة وإسلام في كل مكان، على أمل إن أم الطفل تتعرف على عزيزة، لأن عزيزة كانت بتخطف الطفل من أمه. وبعد ما الشرطة نشرت الصور، جه للشرطة 22 بلاغ. كل البلاغات دي كانت من ناس متأكدين إن هم شافوا عزيزة وإنها خطفت أولادهم، وده معناه إن عزيزة خطفت أطفال كتير، مش 3 أطفال بس. وفعلا الشرطة اكتشفت بعد فترة إن عزيزة فعلا خطافة محترفة، وإنها ضمن تشكيل عصابي متخصص في خطف الأطفال وبيعهم. وبعد شهور من سجن عزيزة، جه واحد اسمه جمعة وقال إن إسلام ابنه، لأن كان عنده طفل اتخطف. وعزيزة اعترفت إنها خطفت إسلام فعلا، وقالت إن جمعة ده أبوه. الموضوع عدى من غير تحليل DNA، وبقى جمعة هو أبو إسلام، وأخده ووداه لبيته مع باقي أولاده. مرت السنين وعاش إسلام مع عائلة جمعة 22 سنة، وكمل دراسته واتجوز وخلف 3 أطفال. لكنه كان بيقول دايما إنه ما كانش بيحس بالانتماء ليهم، ودايما حاسس إن جمعة ده مش أبوه وأمه مش أمه. ومن هنا بدأ إسلام يظهر في الإعلام ويقول إن أهله دول كانوا بيعاملوه معاملة صعبة جدا وهو صغير، ودايما كان بيسمع من أمه جملة أنت أصلا مش ابني، لكنه ما كانش فاهم هي بتعمل معاه كده ليه وقتها. لكن لما كبر عرف لما سمع أمه بتتكلم في يوم مع أبوه بتقول له اطرد إسلام هو ومراته وعياله، لأنك أنت تعرف وأنا أعرف إن إسلام مش ابننا، كفاية علينا إننا ربيناه لحد ما بقى شاب، وإحنا مش هنجوز ابن مش ابننا أصلا. إسلام أول ما سمع الكلام ده اتصدم، وأخد مراته وعياله وساب البيت. وعشان يتأكد إسلام هو فعلا ابنهم ولا لأ، أخد أبوه اللي هو جمعة وراح عمل تحليل DNA، وكانت نتيجة التحليل إنه فعلا مش ابنه. وهنا إسلام انهار، وجمعة عمل إنكار نسب ليه، وبقى إسلام من غير هوية، يعني ما عندوش لا أب ولا أم. وقرر إسلام يوصل لأهله الحقيقيين بأي طريقة، عشان عياله ال3 اللي لما يكبروا هيعيشوا في معاناة لو فضل إسلام ما يعرفلوش أهل. وعليه قرر إسلام وبعد مرور 22 سنة إنه يدور على عزيزة، وفعلا يلاقيها، وكانت كبرت في السن، وعرف إن عندها سرطان في الدم. وهنا قال لنفسه عزيزة دلوقتي خلاص في أيامها الأخيرة، وجايز تتقي الله وتقول له مين أهله قبل ما تموت. وحاول كتير يقنعها إنها تقول له مين هم أهله الحقيقيين، وكانت عزيزة دايما بترفض تقول له مين أمه، والمفاجأة إنها كانت دايما بتقول له إنك ابني وحبيبي. حتى إن إسلام قال لها ليه لما اللي اسمه جمعة ده قال إن أبويا بعتيني معاه وإنتي واثقة إنه مش أبويا، لكن ردها كان بارد وصادم لما قالت له هو قال لي إنك ابنه فسبتك ليه، عادي كده. في الفترة دي ظهر إسلام كتير في الإعلام، وظهرت أسر كتير قالت إنه ابنهم، لكن دايما تحليل DNA كان بينفي نسبه ليهم. وأكتر الحكايات اللي قربت من نسب إسلام كانت حكاية الست اللي اتصلت بالبرنامج اللي كانوا مستضيفين إسلام، وقالت إنها حاسة إن إسلام ابنها، لأن هي كان عندها طفلين توأم، واحد منهم اتخطف وهي شاكة إنه إسلام. ولما إسلام قابل الأسرة دي وشاف التوأم لقى إنه شبهه جدا وحس إن أخوه. حتى التوأم ده كان حاسس بكده، والأسرة كلها كانوا حاسين إن زي ما يكون في ألفة بينهم وبين إسلام، بتقول لهم إن ده ابننا. ولكن للأسف نتيجة التحليل كانت زي غيرها، نفت ثبوت البنوة. ولما يئس إسلام من اللي بيحصل له من عزيزة، قرر إنه يروح لأهلها ويحكي لهم القصة. وراح فعلا وحكى لهم حكايته كلها، وطلب منهم إن هم ييجوا يحاولوا مع عزيزة إنها تقول مين أهله. بس لما راح لعزيزة وقال لها أنا قلت لأهلك وهيجوا يحاولوا معاكي، وترجاها إنها تحاول تسمعهم. أول ما قال لها كده، عزيزة فضلت تصرخ زي المجنونة وتقول له أنت ابني، مش مصدق ليه إنك ابني. إسلام سابها وخرج بره لحد ما تهدى ويبقى يرجع لها تاني. بس إسلام لما خرج من البيت ونزل الشارع، هنا كانت الصدمة. عزيزة وقفت على سور البلكونة ورمت نفسها من الدور الخامس، ولغاية ما كانت بتنطق أنفاسها الأخيرة إسلام قال لها أنت خلاص بتموتي، اعملي حسنة وحيدة قبل ما تروحي لوجه كريم هيحاسبك على كل اللي عملتيه فيا. عزيزة قبل ما تموت نطقت باسم محمد فرج الله محمد، وبعدها ماتت عزيزة. والشيء الموجع إن عزيزة زي ما تكون رفضت ترحم إسلام حية وميتة، لأن بعد موتها اتحقق مع إسلام لفترة بتهمة إنه هو اللي رماها من الشباك بعد مشادة بينهم، وما أنقذوش بعد رحمة ربنا اللي شهدت الجيران إن هم شافوا عزيزة بترمي نفسها في الوقت اللي كان إسلام فيه نزل خلاص للشارع.
وللأسف لغاية دلوقتي إسلام لسه ملقاش أهله، ودي عايش من غير هوية. عزيزة دي كانت شيطانة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، شيطانة ماشية على رجلين في الأرض. انت لو شفت لقائها مع الإعلامية منى عراقي حرفيا هتكرهها جدا، وانا هسيب لك اللينك بتاعه في صندوق الوصف. هتلاقي في اللقاء ان الشيطانة دي كان عندها اسلوب مستفز في الكلام. كانت مثلا تعترف في الحلقة ان اسلام مش ابنها، وترجع في نفس الحلقة تقول ده ابني، وتفضل تلف وتدور عشان تتوه المذيعة منى عراقي والضيوف كمان. كان عندها اسلوب مراوغة فظيع، وهي في الاخر ماتت منتحرة. واكيد اهل اسلام هم كمان عاشوا في معاناة بعد ما اتخطف، وحتى اسلام اكيد عايش في عذاب، لانه شخص بدون هوية، ما عندوش اهل ولا ام ولا اب يتكتب اسمه بعد اسم اسلام. تفتكروا ايه السبب اللي خلى عزيزة ترفض تعترف باهل اسلام بالذات رغم انها اعترفت باهل محمد وهشام؟ يا ترى ده من حبها ليه، ولا لان اعترافها شايل وراه جريمة اكبر واعنف عاشت عمرها كله تداريها؟ مستنيين اراكم في التعليقات، واستنونا في الحلقات الجاية.